كل الناس طبعا لاحظت ان تامر حسني كان وشه مدور وطبعا بقى وشه مربع، وعايزين نعرف ازاي دي حصلت. هقول لك ازاي النهارده حصلت وشرح العمليه دي ايه اللي حصل فعلا. ويعني ممكن تنزعج جدا من كتر تحس ان هي هيبقى فيها الم جامد جدا لما تعرف الطريقه. العمليه دي بتتعمل ازاي بقى؟ الوجه ده بيتعمل له تنحيف من عند الاذنين، يعني من اول الودن دي والودن دي لحد الدقن. ازاي بقى؟ بتتقص عظمه اسمها تي، عظمه كده على شكل تي بيتم قصها. ساعات بيتقص عظم بشكل خماسي، يعني حسب طول الدقن نفسها. انت متخيل بيتعمل ايه في الفك؟ حاجه صعبه جدا، يعني صعبه جدا جدا. يعني انت بتلعب في منطقه خطر، خطر جدا، كلها اعصاب وحاجات دقيقة دقيقة جدا. ده العصب بتاع الأسنان ده لما بيلتهب عند حد يعني والعياذ بالله بيبقى جسمه كله بيتنفض، بيتنطط أساسا بسبب وجع الأسنان والكلام ده. بالك أنت بتلعب في حتت فيها شعيرات دموية دقيقة جدا وأعصاب كارثية يعني. وبص بيروح عامل لك بقى الحتة اللي هي تحت دي اللي هي بيسموها طابق الحسن، إن عند الدقن كده تبقى داخلة لجوه شوية، وبتتقص الحتة اللي أنت شايفها دي في الصورة. اتعمل كمان بقى نفس العمليه دي العكس، الناس اللي هي وشها كبير سبحان الله ما بيبقاش عاجبها فبتصغره، والناس اللي وشها صغير فبتكبره. بيتقال لك بقى بيتعمل الموضوع ده بقى عن طريق الزاويه السفليه للفك عشان يخلوها رفيعه. اشهر المستشفيات اللي بتعمل الكلام ده بتبقى في كوريا. هتقولي لا ده كانت لبنان، واقول لك لبنان كانت زمان في بعض الحاجات زي السيليكون والحاجات دي، لكن اللي هي بتاعت الوش والكلام ده كله كوريا، لان كوريا كمان وصلوا لحاجات، وتايلاند وكده وصلوا لحاجات كارثيه. بيحولوا ست الراجل، بيزرعوا لها كمان يعني الجينرز اللي بتاعت الرجاله لما تتحول لراجل، والعكس يحولوه لانثى بشكل كامل، اعضاء تناسليه وشكل حاجه صعبه جدا. فالناس دي بالتالي عمليات التجميل بتاعتهم بتشمل شويه اللعب في العظام نفسها، بتشمل شويه العظام، وده موضوع خطير جدا يعني، طريقه مؤلمه جدا بصراحه. ومش عارف ليه هو كان الاول برضه شكله كان شغال، يعني ايه المشكله يعني؟ مش عارف. وحتى يعني بعدها يمكن فقد جزء كبير جدا من كاريزمته بالنسبه لنا، على الاقل الناس اللي هي كانت حضرت تامر حسني في بدايته، فشكله اتغير خالص، بقى شكله غريب بالنسبه لنا.